بعد إصابة محمد حمدي بالرباط الصليبي، تعالوا شوفوا هل يجوز استدعاء لاعب مكانه واستبدال محمد حمدي في القايمة علشان هو مصاب، ولو ينفع تعالوا شوفوا هنستدعي مين مكانه يا جماعة. مبدئيا كده كابتن إبراهيم حسن عمل اجتماع دلوقتي حالا مع كابتن حسام حسن، قال له هنعمل ايه يا حسام في اصابه محمد حمدي بالرباط الصليبي وهو كده مش هيلعب معانا لنهايه البطوله، ربنا يشفيه. قال له طب اللائحه بتقول ايه؟ هل ينفع ان احنا نستبدل محمد حمدي ونجيب او نستدعي مكانه لاعب من مصر ولا لا؟ قال له اللائحه للاسف يعني بعد اول مباراه وبعد بدايه البطوله وبعد دور المجموعات ما ينفعش تستدعي لعيب، ولكن وزير الرياضه كان معايا من شويه وقال لي كده بالحرف ان هو قدم طلب للكاف استبدال محمد حمدي لاصابته بالرباط الصليبي، وبنسبه كبيره هيتم الموافقه عليه. لو تم الموافقه عليه يعني النهارده او بكره او خلال ايام قبل مواجهه ربع النهائي كوت ديفوار، انت مين في دماغك يا حسام علشان تستدعيه من مصر؟ قال له رشح لي انت يا ابراهيم لعيبه نقدر نستدعيها. قال له اول لاعب بيراميدز وهو كريم حافظ، تاني لاعب وهو لاعب النادي الاهلي محمد شكري، تالت لاعب غزل المحله وبرده كان بيلعب في المنتخب اللي كان بيلعب في كاس العرب وهو يحيى زكريا. قال له طيب بص، التلاتة مين فيهم أهم لاعب ومين فيهم بيلعب باستمرار في فرقته ومين فيهم اللي نقدر نعتمد عليه اعتماد كلي على فتوح؟ قال له بص، أنا بالنسبة لي سيبك من محمد شكري وسيبك من يحيى زكريا، كريم حافظ لاعب كان محترف بره وبيلعب باستمرار مع بيراميدز وبيلعب كمان على محمد حمدي، وكمان ممكن نستخدمه في الجبهة الأمامية الجناح الشمال يلعب قدام فتوح، وفي الحاله الدفاعيه يغطي ورا فتوح. هنا بقى يا جماعه كل الناس يقولوا في الكومنتات لو الكاف وافق على استبدال محمد حمدي المصاب بالرباط الصليبي، مين انسب لاعب نستبدله مكانه؟ كريم حافظ، محمد شكري، ولا يحيى زكريا؟ كل الناس يقولوا في الكومنتات يا جماعه مين انسب لاعب اللي يقدر يستدعيه منتخب مصر.